موقف مريب في بانكوك أبرز تصريحات ماجد الكدواني وفضفضت قوي. تحدث الفنان ماجد الكدواني عن العديد من الأمور في حياته الشخصية، كما كشف موقفا حدث معه أثناء كواليس فيلم حرامية في تايلاند اللي قام بتصويره في عام 2003 مع الفنان كريم عبد العزيز. وفي خلال لقائه ببرنامج فضفضت قوي مع معتز التوني قال إنه عندما كان في المدرسة كان لديه صديق ميسور الحال طلب منه أن يغششه في امتحان الرياضيات بعد أن أخذ دروسا وعرض عليه سيارة كهدية لكنه رفض. وتابع ماجد الكدواني أنه بعد مغادرته المدرسة في ذلك اليوم وأثناء مزاح أحد أصدقائه سقط على الأرض وأصيب في قدمه، ونتيجة لذلك اضطر لوضع قدمه في الجبس لمدة شهر ونصف، مضيفا وكنت وقتها مش عارف الحكمة من الإصابة دي خصوصا بعد ما رفضت أغششه. وسرد ماجد الكدواني موقفا حدث معه في مدينة بانكوك أثناء تصويره فيلم حرامية في تايلاند، وقال كنت دايما أدخل الأوضة ألاقي ستارة الحمام بره البانيو مع إن مفيش شباك هناك، وألاقي كل حاجة مكانها إلا الستارة. ومرة كنا الصبح بدري ونازلين في الأسانسير في الفندق لقينا فيه دم، والدم مكمل لحد مدخل الفندق. لما سألت واحد من العمال هناك قال لي ممكن يكون في حد اتقتل. كما أفصح كدوان عن الاتفاق الذي تم بينه وبين كريم عبد العزيز بشأن الأدوار الكوميدية، حيث قال أنا وكريم عبد العزيز جبناء في الكوميديا عشان بنخاف من الأفورة والكسفة بتاعة الإفيه اللي ما بيجيش مع الناس. واتفقت مع كريم عبد العزيز من أيام حرامية في KG2، وقال لي بص يا صاحبي احنا نمثل ونصدق ونستخبى في الشخصية، ضحكنا ما ضحكناش ادينا متصدقين ومستخبيين.